السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. مرحبا بكم متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا كامل بخير إن شاء الله. اليوم في فيديو جديد ومهم ويحمل أخبار سارة وبشرى سارة لكل المكتتبين في عدل 3 الذين تم رفض ملفاتهم مؤقتا. اليوم إن شاء الله وكالة عدل تعلن عن النتائج رسميا، نتائج الطعون المحملة في المنصة الرقمية لوكالة عدل. فقط خوتي ما تنسوش دعمونا بالاشتراك في القناة اللي مش مشترك والإعجاب بالفيديو، وبارك الله فيكم. إذن نقرأ البيان كما راكم تشوفوا قدامكم خوتي. إذن تدعو الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل المسجلين في برنامج عدل 3 الذين قاموا بتحميل الطعون إلكترونيا الولوج إلى المنصة للإطلاع على نتائج دراسة ومعالجة ملفاتهم. وتؤكد الوكالة أيضا أن نتائج دراسة ومعالجة الطعون تتم عبر المنصة الإلكترونية www.adl.dz. بعدها إدخال المعلومات الخاصة بصاحب الطعن الموجهة إلى خانة اكتتاب. بعدها يمكن الاطلاع على نتيجة دراسة ومعالجة ملفه دون الحاجة للتنقل لدى مصالح الوكالة. إذن خوتي الطعون تتم عبر المنصة فقط بالولوج إلى المنصة عبر الموقع www.adl.dz، ثم إدخال المعلومات الخاصة بصاحب الطعن والتوجه إلى خانة اكتتاب. بعدها يمكن الاطلاع على نتيجة الطعن. إن شاء الله تكونوا مقبولين كامل خوتي بإذن الله. وللمزيد من المعلومات تضع تحت تصرفكم الوكالة الرقم الأخضر 3040 للإجابة على استفساراتكم وانشغالاتكم، مع العلم أنه نادرا ما يردون على الهاتف. إذن خوتي رسميا وكالة عدل تعلن عن نتائج الطعون في عدل 3. أي واحد، أي مكتتب يعني تم تحميل ملف الطعن في المنصة الرقمية تم رفضه مؤقتا، يمكنه الولوج إلى المنصة الرقمية وإدخال معلوماته الشخصية ومن ثم الاطلاع على نتيجة الطعون. إن شاء الله تكونوا مقبولين كامل، خاصة اللي كانت يعني أخطاء بسيطة. إن شاء الله الكل يقبل ملفه. أيضا نعرفوا بلي صراو مشاكل كثيرة خاصة في إعادة تحميل الملفات، خاصة ما يتعلق الأمر بشهادة الإقامة وأيضا كشف الراتب وأيضا التصريح الشرفي. هذو 3 وثائق الأكثر يعني اللي صرا فيهم مشاكل لكل المكتتبين الذين تم رفض ملفاتهم مؤقتا. مع الأسف نقرأ بعض تعليق الإخوة حول هذه النتائج. ننقل لكم في هذا المنشور: معاناة وصرخة سكان حي 926 مسكن عدل. إذن هذا بعض التعليقات، يعني معاناة الإخوة. وإن شاء الله راح نقرأ بعض الملاحظات وبعض التساؤلات باش نستفدوا إن شاء الله. لأنه خوتي على حسب ما طلعت على بعض التعليق لقيت بلي كاين ناس بزاف داروا طعون يعني ما عندهم حتى مشكل، ولكن للأسف تم رفض ملفاتهم. لا ندري يعني خطأ يعني في المعالجة أم كيف. نقرأ تعليق جيد: تعامل وكالة عدل مع ملف الشطر الأول يظل محور اهتمام الكثير من المكتتبين، فهذه المرحلة تعد أساس تقدم الملفات وإطلاق باقي الإجراءات رغم الجهود المبذولة في التحسين الرقمي وتسريع معالجة الملفات، إلا أن العديد من المكتتبين ما يزالون ينتظرون توضيحات حول آجال دراسة الملفات ودفع المستحقات. نأمل أن تعزز الوكالة التواصل وتوفر معلومات شفافة تطمئن المكتتب وتساعده على متابعة مساره السكني بثقة. إذن خوتي الآن كاين الكثيرين خاصة المقبولين في البداية ينتظرون قيمة الشطر الأول أو قيمة السكن إجمالا من أجل دفع هذا الشطر. نعرفوا بلي الوزير كان صرح وقال أنه دفع الشطر الأول سيكون قبل نهاية سبتمبر. نفس الشيء بالنسبة للطعون، قال أنه قبل نهاية شهر نوفمبر، وفي اليوم بالذات 24 نوفمبر تم الإعلان عن نتائج الطعون وإمكانية أيضا على النتيجة ومعرفة مصير الطعون. إن شاء الله الجميع يكون مقبولين بإذن الله، خاصة مستحقي هذا السكن الذي يكون يعني حلم يراود الجميع، لأنه صعوبة امتلاك سكن أصبح من سبع المستحيلات ولدرجة يعني لا توصف. إذن نقرأ بعض التعليق أيضا: مرفوضة للمرة الثانية، مع العلم أودعنا كل الوثائق المطلوبة والصحيحة. ومن بعد يقول لك: سبب الرفض عدم إيداع المستندات الداعمة، هل من توضيح؟ ربما أنا كنت نبهت خوتي في فيديوهات سابقة أنه ممكن يكون يعني سكان أو المسح الضوئي للوثائق ما يكونش مليح والمعلومات تكون غير واضحة، لذلك يرفض الطعن للأسف، رغم أحقية
طالب السكن أو صاحب الطعن المحمل في المنصة الرقمية في هذا السكن يعني وتوفر على جميع الشروط، ولكن للأسف عدم تقديم الوثائق بطريقة جيدة أو يعني خطأ في المسح الضوئي أو في تطابق المعلومات بين الوثائق، خاصة التصريح الشرفي وشهادة الإقامة، وأيضا المعلومات يعني المدونة في الاستمارة، ربما عدم تطابق المعلومات أو تحميل الملفات كما سبق وذكرت. إذن خوتي كاين مشاكل واجهت العديد من المسجلين، مثلا هذا التعليق للأخت: حطيت الوثائق المطلوبة، إلغاء الاستفادة للزوج، والنيجاتيف يعني شهادة السلبية تاع CNL نورمالمون مقبولة، علاه ترفضوني؟ وثائقي قانونية، ما عندي والو يستدعي إلى الرفض. إذن خوتي كما سبق وذكرت يعني ربما أخطاء في المسح الضوئي أو تحميل الوثائق في المنصة الرقمية، هذا هو المشكل. أيضا تعليق آخر: كاين ناس داروا طعون وخرج هذا الميساج مع أنهم دفعوا كل شيء مطلوب. سبب الرفض: المتقدم قدم طعنا ولكن لم يقدم مستندات داعمة. هذا المشكل شفتوا خوتي في بزاف، يعني قد لم يقدم مستندات داعمة. أكيد هذو باش يثبتوا ربما ما يتعلق الأمر بشهادة السلبية، نعرف صعوبة استخراجها. وأيضا كما سبق وذكرت في باقي الوثائق، خاصة كشف الراتب اللي أيضا دار مشكل كبير على حسب ما لاحظت وراسلوني الإخوة المتابعين. أيضا مرفوض للمرة الثانية، مع العلم طلبوا لي شهادة السلبية دفعتها بصح ما قبلوش، ما كاش وضوح في سبب الرفض. هذا صاحب الطعن طلبوا منه شهادة السلبية، قال لك دفعتها بصح ما قبلونيش، لا نعلم لماذا لم يتم يعني ما فهموش على واش. كثير خوتي لقيت تعاليق كثيرة يعني رفضت طعونهم، الأغلبية عدم تقديم مستندات داعمة. احنا مرفوضين بدون سبب واضح، نستوفي كل الشروط وجميع الوثائق متطابقة، رغم ذلك نقابل بالرفض، ما هو الحل؟ خوتي ننتظر بيانات أخرى من وكالة عدل من أجل التوضيح هل في فرصة أخرى أم لا. ربما تكون آخر فرصة، الله أعلم. ما نحبش نهضر من راسي خوتي، ننتظر أي بيانات أخرى من وكالة عدل. منذ صدور هذا البيان الأول الذي يعلن عن البداية في معرفة نتائج الطعون لم يرد أي خبر جديد من وكالة عدل أو من وزارة السكن. ننتظر أي جديد إن شاء الله، سنوافيكم به في حين صدور أي جديد من المصادر الرسمية، سواء تعلق الأمر بوكالة عدل أو وزير السكن إلى غير ذلك. بالنسبة لي السؤال الأكثر تداولا يطرحه الكثير من الأخوة المتابعين الذين لم يسعفهم الحظ في التسجيل في المرة الأولى عند افتتاح المنصة في يوم 5 جويلية 2024، للأسف نظرا للضغط الكبير على المنصة الرقمية وكل المشاكل والصعوبات التي واجهت المكتتبين الذين أرادوا التسجيل، وللأسف كانوا يعني يستوفوا كل الشروط الاستفادة من سكنات عدل وهم بحاجة إلى هذا السكن، ولكن للأسف لم يسعفهم الحظ في التسجيل. ينتظرون فرصة ثانية. الوزير كان وعد وقال قبل افتتاح يعني المنصة الرقمية من أجل التسجيل أو إطلاق عملية التسجيل الأولي والاكتتاب الأولي، قال أنه أي مواطن جزائري يستوفي الشروط سوف يمكنه الاستفادة من سكن عدل ثالثة، وهذا ما نتمناه إن شاء الله، إعادة فتح المنصة مرة أخرى، لأنه الكثيرين من المواطنين يستوفون الشروط ولم يحالفهم الحظ أصلا في التسجيل. إن شاء الله يعودوا يفتحوا إن شاء الله ويدي كل واحد حقه. أيضا بالنسبة للطعون نتمنى إعادة النظر في كل الطعون المرفوضة، خاصة الذين يعني لديهم أحقية وكل وثائقهم يعني كاملة ويستوفون كل الشروط اللازمة من أجل الاستفادة من سكنات عدل. بالنسبة للشطر الأول خوتي مازال ما وضحش، يعني لم يرد أي جديد حول قيمة الشطر الأول، ولكن إن شاء الله سوف نعرفه قبل نهاية شهر ديسمبر. احنا نتمناو يعلموا الناس باش يقدر يوجد روحه باش يخلص الشطر الأول. إذن خوتي هذا واش كاين في فيديو تاع اليوم، أي جديد سنوافيكم به إن شاء الله في فيديوهات قادمة. خلونا استفساراتكم وانشغالاتكم، ربما الجميع يستفادوا. أي جديد سنوافيكم به إن شاء الله. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إلى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.